وطبعا بخصوص الكركبه اللي حصلت في الصفقات، انا عاذر نادي الزمالك اللي هو قد يكون ممكن ناخد الزمالك فرانشايز للنادي الاهلي ونبعت يافطه ونحط عليها علم النادي الاهلي، لان خلاص شكل الزمالك واخد الارض دي حق انتفاع من الدوله، وبقالهم كتير ما دفعوش الايجار زي ما هم اصلا ما بيدفعوش مستحقات اللاعبين. فخلاص احنا ناخدها يا عم وندورها لهم عادي ونوديهم باي حاجه كل اخر شهر او كل اخر سنه، خلاص مش عارفين يديروها. وخصوصا في موضوع الصفقات الاخيره والضربات اللي حصلت، بجد جالهم ارتجاج في النادي اتشرخ فعلا حرفيا بعد صفقه زيزو وصفقه الونش. وسمعنا ان الاهلي كان بيفاوض مصطفى محمد اليومين دول والزمالك كان بيفاوضه، والاهلي دخل في المفاوضات ووصل لاتفاق مع مصطفى محمد ونانت الفرنسي اللي هو ينتقل للاهلي مقابل 4 مليون يورو. وانا بقول لك بعد كده يا حبيبي اللي اقول لك عليه او اللي تسمعه على حس او على لوجو النادي الاهلي او على شعار النادي الاهلي تصدق ان النسر هيروحوا يشيلوا ويجيبوا. مفيش بقى مستحيل بعد كده، خلاص احنا طببناها مش هتبقى فيها اي جدال تاني. هقول لك ايه ولا ايه، احنا بعد كده اما مصطفى محمد ان شاء الله يجي الايام الجايه، وبقول لكم اي حد النهارده الزمالك بيفاوضه او بيتكلم معاه عشان يجدد عقده وهو في الزمالك بيخلع منهم. ايه يا عم، ولا اللعيبه كلها بتاعت الزمالك مقموصه وعايزه تيجي الاهلي؟ واحده واحده يا ابني، احنا كده كده ايه هنشوف ايه اللي يلزمنا وهنجيبه، والباقي لو في اي وقت هنبقى نرن عليه يجي ينورنا في النادي. انا متهيألي دلوقتي وانا قلتها من زمان، مفيش اي لاعب في مصر او خارج مصر ما يتمناش يلعب بتيشيرت النادي الاهلي العظيم. انسى بقى تقول لي بيراميدز فلوس وزمالك والكلام الفارغ ده، النادي الاهلي هو رقم واحد. اي لعيب من بيراميدز بياخد ملايين، لو هياخد ربعها في الاهلي هيجي عشان هيشوف حاجات وهياخد حاجات مع الاهلي ويلعب في اماكن مع اي فريق تاني مهما دفع الفلوس هو ده مش هيلعب فيها. ما هو بدليل اللي احنا فيه دلوقتي. خلاص احنا قلنا موضوع الزمالك بالنسبه لنا مقفول. ده احنا بعد ما نجيب مصطفى محمد ونشوف محمد السيد والكلام ده كله وكام لعيب تاني بعد ما نريح دماغنا، يعني انا خطيب بصراحه ما كنتش عايز الونش، كنا محتاجين اسانسير بقى. بس لو انت شايف كده مفيش مشكله، انت جايبه سد خانه او لو جاي هديه فوق بيعه زيزو مش بطال، وعادي يجي عندنا يفوق اي لعيب تعبان او نايم يجي عندنا النادي الاهلي نفوقه. فانا بقول بعد كل الصفقات دي انا بقول لك الاهلي مش عامل ترسانه، ده الاهلي عامل مدفعيه كده من اللعيبه في كاس العالم للانديه. وكولر انت ليك كلام تاني من المطوشه الجايه هنقدر